لدينا عقلية مغربية أعتبرها أسوأ نوع من العقليات. anyway، وصلنا للفصل السابع من الكتاب اللي كيهضر على الحياة من بعد التحرر من العقدة النفسية، ولكن مازال ما وصلنا ل50 فولو. تخيل كنت محبوس في واحد القفص، وهذا القفص هو العقدة النفسية ديالك. ملي كيتحل الباب ديال هذا القفص، الحياة كتولي كلها إمكانيات جديدة. الكتاب كيشرح لينا شنو كنربحو ملي كنتخلصوا من هاد الحباسات الداخلية. اول حاجه كتوقع هي الثقه بالنفس كتزاد، كتولي عندك واحد الثقه كبيره في راسك، كتاخذ القرارات بالثقه وكتشوف راسك بايجابيه، ما تبقى لا حاجه لموافقه الناس ولا خوف من الفشل. علاقات صحيه ومزدهره، الخوف من الرفض ولا الهجران كيمشي، كتولي عندك علاقات مبنيه على الاحترام والثقه بعيده على اي تبعيه نفسيه. ثالث حاجه هو السلام الداخلي العميق. القلق دائما كيبدا يتلاشى، وكتولي قادر تستمتع باللحظه اللي انت فيها دابا بلا ما تجرك الافكار السلبيه للوراء. الرابع حاجه ولا خامس حاجه، مبقيتش عاقل ولكن النجاح كيولي بين يديك. العقده النفسيه كانت حواجز كتمنعك تزيد للقدام، ملي كتحيدها كاع البيبان كيتحلوا لك، كتكتشف القدرات ديالك اللي كانت مخبيها من شحال هادي، وكتوصل للنجاح في كاع الجوانب ديال حياتك. ودابا وصلنا للنهايه ديال الكتاب، ونعطيكم خاتمه بسيطه. الحياه من بعد التحرر ماشي عقده نفسيه، ماشي هي النهايه. ملي وصلتي لهنا دير فولو، هي بدايه الحياه احسن، اكثر وعيا واغنى. هاد السلسله كانت باش تفيدكم وتلهمكم، ولكن اهم حاجه هو تقراو الكتاب بنفسكم وتعيشوا التجربه. تذكروا دائما نتوما ماشي في سجن ديالكم، نتوما راكم الحريه ديالكم وديروا فيها اللي عجبكم.